هذا المدرس ولعله الآن يسمعني، أقبل علينا قال: يا ولد أنت اخرج. قلت: أنا ليش أخرج؟ قال: لأنك لم تتعلم الحياة العسكرية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنت لم تتعلم، لذلك لست مؤهلا للجهاد. قلت له: أنت مدرسي وأنا كنت طالبا لك، فقل لي وما هي الحياة العسكرية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فسكت. فقلت له: أنا درستها وهي 5، هل تريد أن تسمع أم أخرج؟ قال لي: أتحداك أن تقول أنها. قلت له: أولها النصيحة. قال لي: كيف النصيحة؟ قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل بدأ بالنصيحة: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنا إذا رأيت من ولي أمري ظلما أو شيء نصحته بيني وبينه، لأن النبي كما روي كان يذهب إلى أبي لهب وينصح أبو لهب بينه وبينه. فالحياة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم التي استغلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت نقطة الحشد، بأن عرف كيف يحشد المسلمين واحدا تلو الآخر ولا يثيرن الفتنة. لماذا؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم على حق، لو كان على باطل كما هؤلاء اليوم لفعل نفس ما فعلوا، يثيرون الفتن ثم يخرجون الناس حشود، يعني يخرجونها لأجل ماذا؟ لأجل أن يقتلوا، لأجل أن يأخذوا أموال الناس، لأجل أن يسرقوا. وما أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلا لمعرفة الحلال والحرام، فكان الحلال بين والحرام